مساء الفل عليكم. الناس اللي بتحتار بقى في الصيام، عايزين تورته، عايزين حاجه حلوه كده يعملوها في عيد الميلاد ومش عارفين، والحاجات اللي الصيامي بتبقى غاليه وتورتات عيد الميلاد الصيامي بتبقى غاليه. طب وليه؟ ده احنا نعملها في البيت واقتصاديه وحلوه وجميله. كل اللي عليك انك تشتري لي ربع كيلو فراوله بس، وتيجي وكوبايتين دقيق، وتعالي نعمل ألذ واحلى تورته. ربع كيلو فراوله وكوبايتين دقيق، ويلا شوفي بنفسك الجمال والحلاوه دي كلها. ولا نحتاج بيض، ولا نحتاج سمنه، ولا هنحتاج كريم شانتيه، ولا الحاجات دي خالص. كلها امكانيات اقتصاديه على قد الايد، واوعدك ان دي هتكون اقل تمن لتورتايه تكوني كلفتيها في حياتك. معاكي شيف نرمين الماجد، ودي قناتي على اليوتيوب، وهتلاقي كمان صفحه على الفيسبوك باسمي. هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش بقى لايك وشير للوصفه عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدا حالا ونشوف عملنا الحلاوه دي والجمال ده كله ازاي. لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل. ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة عملناها، جبنا كوباية الا ربع من السكر، حطينا عليها نص كوباية من عصير البرتقال، وضربناهم كويس جدا مع بعض زي ما انت شايفة بالشكل ده في المضرب. وما تنسوش تحطوا مع عصير البرتقال شوية من قشر البرتقال، بس تكونوا بشرينهم كويس قوي. وبعد ما يوصل المكونات للشكل اللي انت شايفاه ده، على طول تنزلي بقى الزيت بتاعك. هتحطي حوالي نص كوبايه من الزيت، بس هتحطيها تدريجيا. هتحطي ربعها دلوقتي وهتسيبي ربعها شويه شويه كمان، يعني عشان تبقى المكونات بالظبط. نيجي دلوقتي اوريكي طريقه ازاي تعملي عصير البرتقال يبقى بديل للبن وبديل للحليب والحاجات دي، اللبن والزبادي والحاجات دي. هنعمل ايه؟ ما تقشريش البرتقال، تغسلي البرتقال على طول وبعد كده تحطيها بقشرها، وما تحطيش ميه كتير. يعني كل برتقانه هتحطي لها حوالي ربع كوبايه ميه. ده الطريقه دي هتطلع معاكي البرتقال يبقى بديل فعلي وحرفي للزبادي واللبن. لان البرتقال لما بيتعصر بميه كتير او بيتشال منه القشر بيبقى عباره عن ميه، فعشان كده تيجي تحطيه في الكيكه تحسي كانك حاطه ميه. لكن عشان تحصلي على اسانس البرتقال الاصلي الحقيقي، تعصري البرتقانه بقشرها، يا دوب تغسليها وتحطي عليها ربع كوبايه من الميه كل برتقانه، طبعا على حسب الكميه اللي انت عايزاها. طبعا انا في الاول حطيت ربع كوبايه، وثلاث ارباع كوبايه هحطها بعدين. يبقى في الاول ضربنا ايه؟ ربع كوبايه برتقال وربع كوبايه زيت، وعليها كوبايه الا ربع سكر، ضربناهم كويس خالص في الاول. بعد كده نزلنا ثلاث ارباع كوبايه من البرتقال، باقي الكوبايه عشان احنا هنحط كوبايه، نحط ربع في الاول وثلاث ارباع بعد ما نضرب الكميه. ده ثلاث ارباع كوبايه من البرتقال، نضربهم كويس قوي قوي لحد ما انتوا شايفين كده. الحركه اللي انا عملتها دي ايه لازمتها؟ لازمتها ان انا اخلي السكر كده يبقى زي القشطه، فبالتالي يبقى زي كاني حاطه سمنه في الكيكه. الطريقه دي انا جربتها بجد، طلعت معايا التورتايه اسفنجيه جدا جدا، وكاني بالظبط عامله كيكه اسفنجيه. هنيجي دلوقتي نحط الدقيق بتاعنا. هنحط حوالي كوبايتين من الدقيق، بس مش هحطهم مره واحده، هحط كوبايه الاول وبعد كده اقلب واحط الكوبايه التانية، عشان احيانا في تورت بتاخد الكوبايتين كاملين واحيانا بتاخد كوبايتين الا ربع. طبعا نحط باكت من البيكنج باودر، وما تنسوش، وشويه فانيليا، وما تنسوش كمان الدقيق يكون منخول كويس جدا جدا، مهم قوي. وتحطوا معلقه من النشا وذره ملح خفيفه، ودي اساسي في اي كيكه حتى لو كانت اسفنجيه او غير اسفنجيه. تقلبوا المقادير كويس جدا زي ما انتم شايفين كده عشان توصل معاكم. طبعا انا دلوقتي هحط الكوبايه الثانيه، هحطها برده تدريجيا، يعني مش هحطها مره واحده زي ما قلت لكم، لان احيانا بتاخد التورتايه بتاخد كوبايتين واحيانا بتاخد كوبايتين الا ربع. كده انا حطيت كوبايتين الا ربع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين المقادير معايا مظبوطه قوي قوي. هتجيبوا ربع كوبايه، او مش هنقول ربع كوبايه، هنقول كده 3 4 معالق من الميه المغليه، وتحطوهم على التورتايه بالشكل ده علشان خاطر تفك معاكم خالص، وتبقى ايه يعني هايشه كده في الصينيه وحلوه. وتدوهم بعد كده ضربه بالمضرب. يبقى نقول المقادير بتاعه التورتايه مره تانية عشان ما تابعناش من اول الفيديو. المقادير عباره عن ربع كوبايه من الزيت، هنحط عليها كوبايه من كوبايه الا ربع من السكر، وربع كوبايه من عصير البرتقال. نضربهم بعد كده ننزل باقي عصير البرتقال اللي هو كوبايه الا ربع، وبعد كده برضو بننزل ربع كوبايه زيت، وبعد كده بنحط الدقيق كوبايتين دقيق، ونحط باكت من البيكنج باودر ورشه فانيليا ومعلقه معلقه نشا ورشه ملح صغيره. نجهز القالب بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، هندهنه كويس بالزيت، وبعد كده ما نحطش سكر ولا ما نحطش دقيق ولا اي حاجه.
وبعد كده بنحط الكيكه زي ما انتم شايفين كده. نختار القالب اللي تبقى الكيكه فيه النص بالظبط عشان هي هتعلى لحد اخر القالب. نسوي الكيكه بالشكل ده على درجه حراره 180 او درجه حراره عاليه لو فرن بوتاجاز. بس نسخن الكيك قبلها، نسخن الفرن قبل ما نحط الكيك لمده 10 دقائق، وبعد كده بنحطها في الرف الوسطاني ومش بنشغل الشوايه. ومده السوا بتاعتها بتكون حوالي من تلت ساعة، من ساعة إلا تلت لساعة إلا ربع، وطبعا بتكون على نار متوسطة أو مش بنفتح الشواية خالص. بعد ما بنطلع الكيكة بالشكل ده نبدأ ان احنا نجهز الحاجات اللي احنا هنحطها في الكيكة او التزويق بتاع الكيكة. انا هحتاج هنا ربع كيلو من الفراولة. يستحسن ان الفراولة تكون مستوية معاكي، يعني اختاري ربع كيلو كده يكون فراولة تكون مستوية كده عشان خاطر تطلع طعم حلو ومسكر. ويا سلام بقى لو انت جايبه الفراوله بتاعتك مسكره هتبقى الوصفه تحفه. هتمسكي الربع كيلو تغسليه كويس وبعد كده تقطعيه بالشكل ده اللي انت شايفاه. ونبدا دلوقتي نشتغل ونعمل الجيل الصيامي، حاجه كده اختراع من الاخر، يعني محدش ابدا عمله قبلي، بس هوريكي ازاي تعمليه. اول حاجه هنجيب حلة على النار بالشكل ده هنحط فيها ربع كيلو الفراولة اللي احنا مقطعينها، وبعد كده هنرفعها على النار. وبعد كده هضيف عليها حوالي ربع كوباية من السكر، يبقى ربع كيلو عليه ربع كوباية، عليه ربع كوباية مية. نقول كمان ربع كيلو، كله ربع كيلو وربع كوباية سكر وربع كوباية مية، ونقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده لحد ما احس ان الفراولة بتاعتي اتهرت خالص. عارفين يعني خلاص بقى كده جابت الاخر زي ما احنا بنقول. وبعد كده بقى بنبتدي ان احنا نغطيها لحد ما نشوف المنظر اللي انتوا شايفين الفراوله استوت خالص. بس طبعا احنا مش بنعلي النار عشان محدش يقول لي طب الميه ما خلصتش، ما احنا مش معلين النار، احنا مهديين النار على الاخر. بعد كده نجيب الخلاط ونضرب المكونات دي في الخلاط بالشكل ده لحد ما تبقى قوام واحد وما يكونش فيها اي كتل خالص ولا الياف، تبقى زي عصير الفراوله اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. بس الفرق ان هيبقى بدل احنا لما بنيجي نعمل عصير الفراوله بيبقى خفيف ومش بتتفرم كويس قوي، لكن شايفين لما تتغلت هتلاقوا ان هي بقت سمك واحد بنفس الشكل، وكمان اتفرمت معايا حلو جدا جدا. تحسوا ان هي اتحولت بقى كانها مربى فراوله، بس هي مش هتبقى تقيله، هتبقى خفيفه. هنبتدي ان احنا نرجعها للحله مره تانية. ده السمك بتاعها، هي ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، بس طبعا اتقل من العصير. هنرجعها الحله تاني عشان نكمل باقي الصوص بتاعنا او الجيلي بتاعنا اللي احنا هنعمله. نرفع النار بالشكل ده عليها، وفي كوبايه من بره كده الحله هنبتدي نجيب. شايفين اول ما يطلع معانا الغليان بتاع الفراوله ده نجيب على طول معلقه كبيره من النشا ونحطها على ربع كوبايه من الميه ونقلبها على البارد كويس قوي قوي عشان احنا عايزين نتقل بقى الصوص بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نرجعهم الحله واحده واحده لحد ما يبتدي الصوص يتقل معانا. في هنا حركة اختيارية، لو حابين تحطوها امين، مش حابين تحطوها براحتكم، وهي انكم تحطوا معلقة من عصير الجيلي، من عصير الفراولة البودر او اسانس الفراولة البودر. الاسانس ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من عند العطار، معلقة كده منه. يا تجيبوا الاسانس السايب ده اللي هو بيبقى نقط، تحطوا منه 3-4 نقط، لا اما تجيبوا الاسانس او العصير اللي بيبقى بودره بطعم الفراوله. طب ايه فايده العصير ده؟ اولا بيلمع الصوص بتاعي، ثانيا بيدي نكهه قويه جدا جدا وبيدي ريحه مميزه غير لو احنا حطينا الفراوله بس. الخطوه دي اختياريه، لو مش حابين تحطوها براحتكم، حابين تحطوها مفيش مشكله. اول ما تلاقوا القوام ابتدى يتقل معاكم تنزلوه على النار، ونبتدي دلوقتي نجهز التورتايه بتاعتنا. زي ما قلت لكم احنا النهارده مش هنستخدم كريمه، لو حابين تستخدموا كريم شانتيه صيامي اضربوا، لكن لو مش حابين مفيش مشكله. عامة الكريم شانتيه الصيامي بيبقى موجود عند كل العطارين. كل اللي احنا هنحتاجه حوالي 8 كيلو من لا 8 ايه، هنحتاج حوالي كده نقول ب10 جنيه كريم شانتيه. هنبتدي دلوقتي نقطع كمان كام فراولايه كده عشان دول اللي هنزين بيهم. كمان لو عندكم موز يبقى كويس جدا. عايزين تحطوا اي فاكهه تانية عندكم تنفع تتحط في التورت مش مشكله، يعني لو حابين تحطوا اناناس، حاجات اللي هي بتبقى في علب دي عايزين تحطوها، فواكه مجففه براحتكم، بس انا هحط اللي موجود عندي الفراوله والموز. ونبتدي دلوقتي نزوق الكيك بتاعنا في نفس الطاجن اللي احنا اشتغلنا بيه، او في نفس الصينيه اللي احنا اشتغلنا بيها. اول حاجه هنحط الفراوله بالشكل ده، هنحطها كده بحيث ان احنا
احنا نصب فوقها الكيك والصوص، الكيك والجيلي اللي احنا عملناه ده. زي ما انتم شايفين كده الجيلي ابتدى ان هو يبرد كده ويهدى خالص، عشان نبتدي ان احنا نحطهم مع بعض ويدخل بقى جوه الفراوله. حطينا الجيلي بالشكل ده، وحطينا كمان شرايح الموز، وبعد كده نزلنا الكيك زي ما انتم شايفين كده. وحطيت انا طبقه كريمه خفيفه قوي، كريم شانتيه خفيفه قوي، لو مش حابين تحطوا براحتكم. بعد كده حطيت سقيتها كده بشويه جيلي او صوص جيلي من اللي انا عاملاه. وبعد كده حطيت الطبقه التانية من الكيك، لان انا قسمها نصين. قسمها نصين ليه؟ علشان خاطر تبقى حلوه. ونبتدي دلوقتي ان احنا نرفعها بعد طبعا ما بتتسابش اقل من ساعتين جوه التلاجة، ويبقى ده شكلها. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم او التورته تكون عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين، وكل اعياد ميلادهم في الصيام طيبين وبخير وسعاده. ما تنسوش بقى لايك وشير للوصفه واشتراك وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد بقدمه في القناه. كنت معاكم شيف نرمين الماجد، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.